أيها الإخوة الكرام، إن هذا العدو الصهيوني بكل ما يتمتع له من القوة والتفوق العسكري والأمني والاحتضان الأمريكي، إلا أنه يعيش في مأزق تاريخي، وهو يعيش في معضلة استراتيجية. ذلك لأن الشعب الفلسطيني وهذه الأمة العزيزة طالما أنها لا تعطيه شرعية الوجود على أرض فلسطين، فهو غاصب ومحتل وسارق، ولا يمكن أن يكون له مستقبل على أرض فلسطين. وهنا باسم شعبنا الفلسطيني وباسم فصائل المقاومة، باسم المرابطين والمرابطات في ساحات المسجد الأقصى المبارك، أقول لكم: لن نعترف بإسرائيل، لن نعطي الشرعية السياسية لهذا العدو، لا مستقبل للعدو الصهيوني على أرض فلسطين. لذلك نحن نعتقد بأننا على أعتاب مرحلة جديدة. هذه المرحلة الجديدة تستوجب منا تبني هذه الأولويات الاستراتيجية الأربعة ودفعها واحتضانها. وأنا أؤيد ما ذهب إليه البعض. إخواني، شعبنا الفلسطيني في القدس، في غزة، في الداخل، في مخيمات اللجوء والشتات، يواجه معركة سياسية أمنية اقتصادية تجفيف منابع، في محاولات لقطع كل ما يمكن أن يعزز صمود هذا الشعب. لذلك الجهاد السياسي، الجهاد الإعلامي، الجهاد المالي أصبح ضرورة وفريضة شرعية على أبناء هذه الأمة. نحن نتولى زمام قضية كبرى وعظمى. نحن الآن نتبنى قضايا شهدائنا، أسرانا، حصار غزة، الرباط في الأقصى، شعبنا في 48، شعبنا في مخيمات لبنان والأردن، شعبنا في مخيمات سوريا وخارج سوريا. هذا الشعب الفلسطيني، هذه المكونات الهائلة من هذا الشعب، هذه الالتزامات الكبرى لشعبنا تحتاج إلى دعم، إلى إسناد لمواجهة ما يسمى استراتيجية تجفيف المنابع التي تبنتها الإدارة الأمريكية ورفعت العصا الغليظة في وجه كل من يساعد الشعب الفلسطيني. شعبنا في القدس بحاجة إلى تعزيز الصمود، شعبنا في غزة بحاجة إلى تعزيز الصمود في الداخل في الخارج. لذلك الجهاد السياسي، الإعلامي، المالي، الاقتصادي هو أصبح ضرورة شرعية وفريضة الوقت لمواجهة هذه الخطة الجهنمية التي تتبناها الإدارة الأمريكية وذراعها العسكري المتقدم الذي يسمى بالكيان الصهيوني. لذلك أيها الإخوة الكرام، أيها السادة، أدعو أيضا حقيقة إلى أنه يمكن أن تشكل لجنة من السادة العلماء الكرام لوضع حد لأي مظهر من مظاهر الفتنة الطائفية أو المذهبية أو العرقية، وإعادة تنظيم وترتيب واقع هذه الأمة، وأن تتوحد من جديد خلف قضية فلسطين وخلف قضية القدس. لأن العدو الصهيوني ومن فوقه الإدارة الأمريكية ترى بأن هذا الواقع الإقليمي واقع ذهبي سمح لها بأن تنفذ خطط تصفية القدس وتهويد القدس وضم الضفة الغربية، وأيضا ما يسمى بصفقة القرن، بما في ذلك ضم منطقة الأغوار الأردنية. ولذلك أنا أدعو حقيقة بصوت الحكمة وبصوت العقل بالسادة العلماء الذين مثلوا دائما في كل محطات الصراع مع أعداء هذه الأمة، مثلوا صوت النهضة وصوت التحريض وأيضا صوت الوحدة. هنا مثلث ذهبي يجب أن يحافظ عليه كل شرفاء والخيرين وعلماء الأمة. هذا المثلث الذهبي هو وحدة الأمة، هوية الأمة، وقوة الأمة، ورأس حربتها على أرض فلسطين هي المقاومة والشعب الفلسطيني المرابط، وتحديدا في المسجد الأقصى وفي القدس.